جايبه لكم النهارده وصفه جديده قويه جدا لمقاومه الصلع الوراثي، ومش بس كده، دي هتعالج مشاكل تانية كمان. بس الاول لو ما تعرفنيش، انا دكتوره اسماء حسين ودي قناه بلد المليون دكتور. زيت القهوه وزيت الروزماري اتكلمنا عنه كتير، بس خلينا النهارده نتكلم شويه عن زيت القهوه. زيت القهوه بيحتوي على ماده فعاله اسمها الكافيين، ودي من اقوى المواد اللي بتحفز الدوره الدمويه وبتزود الامداد الدموي لبصيله الشعر، وبالتالي تغذيها وتقويها وتحفز نموها. فتخيلوا فايده قويه زي دي لما كمان نضيف عليها الروزماري اللي هو مضاد لهرمون الدي اتش تي المتسبب في الصلع الوراثي، ممكن النتيجه تكون عامله ازاي؟ طيب ليه بنستخدم الاثنين مع بعض؟ لان زيت الروزماري زي ما قلت لكم قبل كده ان هو زيت اساسي ما ينفعش يستخدم لوحده، فلازم نستخدمه على زيت حامل زي زيت القهوه. تقدر تستخدم قطره او قطرتين من الروزماري على نص القطاره من زيت القهوه. انا شخصيا بستخدمهم كل 3 ايام وبسيبهم على شعري ساعتين 3 وبعد كده بغسله بالشامبو، وفعلا لقيت نتائج كويسه جدا. اهم حاجه انك تجيبهم من مكان مضمون، لان قلت لكم مليون مره ان الحاجات الطبيعيه هي اسهل حاجه بتتغش. الزيوت اللي انا بستخدمها بجيبها من بيت الزيت، وده لانها اكتر مكان مضمون بالنسبه لي للزيوت، خصوصا ان زيت القهوه اتخميت فيه اكتر من مره. كمان زيت القهوه ممكن تستخدميه لعلاج الهالات السوداء، ممكن كمان تخلطيه على زيت جوز الهند وتستخدميه لعلاج السيروليت وعلامات التمدد اللي موجوده في البشره. كمان بيعالج البقع والتصبغات وبيوحد لون البشره. واخيرا لو استفدتي من فيديو شاركيه مع غيرك علشان تستفادي، واشتركي في القناه لان معلومه واحده تقدر تنقذ حياه.